ازيكم متابعينا عملائنا الكرام. معلومة النهاردة: لو انت غسالتك لقيتيها بتتنطط جامد في مكانها وعاملة صوت جامد، اتأكدي الأول من اللي أنا هقولك عليه. اتأكدي الأول إن انت حاطة الغسيل اللي جوه خامة واحدة، بمعنى ما ينفعش نحط جاكيت فايبر تمام جنب حاجة قطن، جنب فوطة مثلا، جنب حاجة صوف. الجاكيت الفايبر كبير، ما بيشربش مية، خفيف. الفوطة صغيرة تشرب ميه تقيله. تيجي الغساله وقت العصر، وخصوصا لو تايمر، هتلاقي الغساله بتتشال وتتهبد. احسبي لو عملتي 800 لفه في الدقيقه، يعني هيطلع كام في الثانيه. طبعا وزن جنب خفيف وجنب تقيل في الحله، هتلاقي الغساله عماله تتشال وتتنطط، تكسر مساعدين، تكسر سوست، تكسر ودان الحله، تخبط في التايمر، تكسر دور المسحوق، تعمل مشاكل كتير قوي. يا ريت لما نحط غسيل في الغساله يبقى كله خامه واحده. فايبر يبقى كله فايبر، اقطان يبقى كلها اقطان، عشان ما نقعش في المشكله دي. المشكله دي كمان حلها في الغسالات الديجيتال، انها مش بتعصر اصلا. الغساله الديجيتال بتفضل توزع الغسيل شمال ويمين لغايه اما يتوزن، يبقى كل الجناب قد بعضها عشان تبدا تعصر. طبعا الكلام ده مش هيحصل، فتلاقي الغساله ما عصرتش وطلعت معاكي الغسيل بدون ما يكون معصور ومليان ميه. تمام. معلومه النهارده لو شايفينها مفيده، ما تنسوش تتابعونا وتعملوا لنا لايك عشان يوصلكم مننا كل جديد. مركز الراعي الصالح 012 2 4542 034 012 2 155 19 77. نهاركم زي الفل.